البدايه كانت من القمصان اللي شبه بعضيها، يعني تحس ان الفريقين بيلعبوا مع بعضهم جيم مشترك، يعني ازاي في الاثنين شبه بعضيهم او لون متقارب، يعني ربنا خلى ان هم بيلعبوا على ارضهم، فانت ممكن تلبس الفنه الحمراء. ده ما يمنعش ان الفريق الضيف نلبس الفنه الاساسيه في حال ان هي هتتعارض مع الفريق صاحب الارض. هو الظاهر ان انتوا واخدين فكره ان ما ينفعش الفريق الضيف يلبس الفنه الاساسيه، ولكن هو كان بدايه الماتش ان انت هتشوف ماتش استغفر الله العظيم حاجه فوق الخرا. فشفنا بدايه المباراه كوره ما فيهاش اي معنى بيتصدى لها الشناوي، بترجع بياخدها على بجد، بدل ما يعمل بيها هجمه مرتده بتتصدر الكره بتصد في كعب رجله او بتقفل الشنجل فيها وبترجع لورا، بيرفعها عرضيه برضه بتيجي الكندوسي اللي هو تقولش معود ان هو يجيب فينا جول لازم، وهوب الشناوي بيطلعها يعني بتألق منه. وفضل لعيبه الاهلي رايحه جايه ما عرفاش تعمل باص زي الناس، وفريق سيراميكا كليوباترا ضاغط، مع ان سيراميكا كانت اخطر مننا، ومع انها يعني ولا بتحضر كوره من تحت ولا بتعمل اي حاجه، ولكن هي بتعتمد على على الضغط اللي بتضغطوا فيه على لعيبه الاهلي، بتستخلص الكوره فبتهاجم من اخطائك انت اللي بتعملها. وفضل الشوط الاول ماشي ما بين بناء لعب ملوش اي معنى من فريق الاهلي وضغط شرس من لعيبه سيراميكا كليوباترا لحد ما وصلنا للركنيه اللي ما تعرفش ربنا بيقول ناخدها جوان عشان تفوزوا، ولكن احنا برضه بعد ما جبنا الجوان ما قدرناش ان احنا نحافظ عليه لحد ما عمق الجندوزي بياخد كوره بيستلمها وبيلف بيها وبيسددها في الزاويه البعيده، والله العظيم يمكن ما في مهاجم عندنا وفي لاعب يقدر يعمل اللي عمله الكندوزي. ولكن الشيء اللي يحرق قدام ان الكندوزي دلوقتي كان عندنا احنا سبناه وبعناه او مشيناه عار عشان خاطر نجيب واحد زي مودست. يعني انا من وجهه نظري ان واحد زي الكندوسي دهواتي هو افضل كم بديل لحمدي فتحي بالزياده العدديه اللي بيعملها في منطقه ال 18 او بالاهداف اللي بيسجلها، يعني واحد زي موديست صار مكان وسط ملعب مسجل 5 اهداف في 6 مباريات في الدوري. انتوا متخيلين الرقم؟ ان احنا عندنا ما فيش ولا لاعب من المهاجمين جناح او مهاجم قدر يعدل 5 اهداف، هو مسجل 5 اهداف وصنع وسط ملعب. ولكن بعد ضغط النادي الاهلي او بعد الطرد اللي حصل لفريق سيراميكا كليوباترا والتبديلات اللي بدلها مستر كولر، ولكن هو كولر ممكن يكون اخطا في حاجه واحده، ان هو طلع بيرسي تاو وخلى واحد زي طاهر محمد طاهر، لان بيرسي تاو هو كان بيوظف وصانع راس حربه وهو في راس الحربه ما بيجيبش، لان هو اساسا لعبه كله على الاطراف او على الجناح وبيخش في عمق الملعب، فهنا بتكون قوته او بتكون فايدته داخل الملعب. ولكن مش مهم، المهم ان هو نزل شويه تبديلات واستغلينا الطرد بتاع سيراميكا كليوباترا لما طرد منهم لاعب، وده ما اثرش على الفريق بالناحيه الدفاعيه ولكن اثر عليهم في الناحيه الهجوميه، فادى الطمانينه او ادى تقدر تقول كده ان هو ادى اريحيه للدفاع او للفريق كله ان هو بيهاجم، وان سيراميكا استكفت ان هم مش هيهاجموا لان النقص العددي اثر عليهم في الناحيه الهجوميه، فادى ان الفريق كله بيدافع ورا، وده اللي خلانا احنا مطمنين من ناحيه الارتداد الهجومي من سيراميكا كليوباترا، وخلينا احنا بنهاجم عليهم بشكل افضل. ونزل عمنا اللي هو احتفل بالنسبه لي رجل المباراه هو كريم فؤاد، اللي لعب في الاول باص ثرو ولا اروع لطاهر محمد طاهر اللي بيديها عمك بسام يقول له خد مش هجيب جون خد صدها، ولكن بعدها بيرفع عرضيه ولا اروع، يمكن عرضيات كده مش موجوده في البلد الا من الله يرحمه احمد سيد زيزو، اللي هو بيتلقاها مجدي قفشه اللي هي الحسنه الوحيده اللي عملها بالنسبه لي من بدايه الموسم، اللي هو جاب الجون الفوز. ولكن في المجمل ان هو الفريق الاهلي فاز، ولكن اداء زي الزفت، اداء من اللعيبه مفيش اداء جماعي، مفيش اداء فني، مفيش اي حاجه في الملعب، لكن هو اداء كله اللعبه نفسها. سلام.